القناه. المهم فيديو مليء بالتشويق والاثاره وكل شيء كالعاده بالمصادر وبالمختصر المفيد. لذلك بدون اي اطاله يلا نبداو على بركه الله. حفيظ الدراجي المعلق الرياضي في قنوات بين سبورت، وعارف فيما كتسمعوا سميت الدراجي كتعرفوا باللي غادي نبارطاجي معكم شي مستملحه من مستملحاته الدراجيه. وبين قوسين قبل ما نهضروا على شنو قال راه الدراجي باش تعرفوا راه كيستمتع بزاف عندما يرى المغاربه بجمهورها وصحفيها كيردوا على الخزعبلات ديالو. راه كاينين بعض المرضى النفسيين مهما يهين في نفسه راه ما عندوش حتى شي مشكل، المهم عنده هو يكون في الصوره ويبقى الاسم ديالو كيتذكر في الاعلام مرارا وتكرارا، ما كيهمش كيفاش ولا بالايجاب ولا السلب، المهم خاصو يبقى الاسم ديالو كيتردد باش ما كان. كنهضر هنا بصفه عامه. ما علينا. معلق الجزائري قال بلي المغرب في طريق مفتوح للنهائي والفوز باللقب بسبب القرعه التي وضعته في مواجهه منتخبات في المتناول في هذا الدور والادوار الاخرى. المنتخب المغربي المرشح رقم 1 للفوز بهذه البطولة كما يشير كل المتتبعين منذ البداية هو تقريبا في طريق مفتوح بالنظر إلى عملية القرعة وما أسفرت عنه من مواجهات للمنتخب المغربي في حالة الإطاحة بمنتخب تنزانيا. بغا يقول بلي المنتخب الوطني المغربي الطريق ديالو للنهائي اسهل ما يكون. زعما حنا كمغاربه واو محظوظين طحنا ضد منتخب تنزانيا في دور 16 وباقي الادوار في نظره حتى هما غيكونوا منافسين في المتناول. في حين ضربنا طليله غادي نلقاو المنتخبات اللي كيساينونا يا اما جنوب افريقيا الكاميرون في الربوع او نيجيريا والكونغو الديمقراطيه المنتخب العنيد وكذلك منتخب الجزائر. اذا واش الدراجي بغا يقول بلي حتى الجزائر في المتناول ديال المغرب؟ نظريا داكشي اللي باغي يوصل لينا، ولكن في الاصل ولات مع انت غادي تكتشف بلي بغا ينعسنا ويبيع علينا العجب. بهذا التصريح اللي دار الهدف منه يحيدنا من الطريق باش ما كان، لان المنافس ديالهم في نصف النهائي اذا وصلوا لها طبعا فاكيد غادي يتمناو جنوب افريقيا ولا الكاميرون. المغرب ابار على انه البلد المضيف فما شاء الله هو المنتخب اللي كيضم نجوم ومواهب عالميا، ناهيك على الديربي اللي عنده حساسيه خاصه والى اخره. يعني الدراجي خطير بغا يدير لنا ديك خويف عمره، علما انه قبل هذا التصريح غير باش تعرفوا التناقض ديالو قال لك الفائز من مباراه الجزائر والكونغو الديمقراطيه هو اللي غادي يوصل للفينال. ودابا بغرابه قلب لك السيد سعود وقال لك بلي المغرب محظوظ. بلاص الكلام ديالو بحال في ايحاء واتهام على انه بحال بغا يقول بلي حنا اللي قادين القرعه باش يكون المسار ديالنا سهل. وهنا فين غادي يجي الرد ديال ربيع العفوي اللي جمع لك حب وتبان، جمع لك كاع اللي دارهم المغرب في عظامهم وقال لك بالحرف. مجرد ملاحظه، واحد يتكلم عن المكر واخر يتكلم عن هديه راس السنه، واحدهما في قناه رياضيه عالميه اللي المفروض ان موظفيها لهم درايه والمام تام بكيفيه وتدبير قرعه مسابقه تم اعتمادها منذ 2019. افلاس فكري ومهني. هنا راه باين المقصود على من كيهضر، وتخيلوا بنادم حاسدك حتى على الزهر ديال القرعه، فهمت صدق. اما بالنسبه لذاك التصريح الثاني ديال الدراجي اللي قال فيه اعيد واكرر رياض محرز جزائريه، امه هي المغربيه وبالتالي جده رياض محرز هي المغربيه وليست امه، اعيد واكرر. وهذا التصريح حتى هو تبارطاجا على نطاق واسع واكيد غادي تكونوا سمعتوه، ولكن بالنسبه لي كيبقى تصريح عادي جدا لانني سمعته على المباشر عندما قال في التعليق ديالو. نخلي لكم المقطع باش تكونوا معي في الصوره ثم نعود. على فكره والده رياض محرز ايضا صنع الحدث في المغرب على غرار زيزو وعائلته الصغيره. والده رياض محرز الجزائريه من ام مغربيه، لانه رياض محرز جدته من امه هي مغربيه لمن لا يعرف، مما يعكس الروابط التاريخيه بين الشعبين من زمان اثناء فتره الاستعمار وبعدها كذلك. نعود نقول بانه والده رياض محرز هي جزائريه وامها مغربيه، وجده من امه هو جزائري طبعا. كما سمعتوا كيبقى كلام عادي وعادي جدا. وللاشاره حنا عندما كنتقدوا او كنردوا على بعض الاعلاميين والمعلقين الجزائريين اللي كيفوتوا الحدود ديالهم معنا كمغاربه، راه داكشي كيبقى بعيدا علينا كشعبين. الجمهور الجزائري اللي ما عنده حتى صله بالاعلام كنهضر على الشعب، الجمهور الحقيقي راه كما كنقولوا خاوه من كاس العرب الماضيه كنت كنشوفهم كيفاش كيجيو للتيران وكيشجعوا لك وليدات طارق سكيتيو. باش ما نكثرش عليكم الهضره بزاف نخلي لكم الخلاصه ديال هذا الفيديو. وللشخص الاول ما غاديش نذكر اسم البلد ديالو تقدروا نتوما تعرفوه بوحدكم. شوفوا باش غادي يتهمنا كمنتخب مغربي او مغاربه بصفه عامه، ومن بعد مباشره لاحظوا معايا رده فعل الجزائريين. هذا الفيديو راه ديال كاس العرب الاخير اللي كنا توجنا به كابطال. مشان محظوظ السحر ماله اشتغل، السحر ماله. انا قلت لهم تعالوا قلت لهم بالقناه السحر مال المغرب، السحر مال المغرب، السحر مال المغرب، السحر مال المغرب. النهارده جزائريين بتشجعوا مين؟ جزائريين بتشجعوا مين؟
دعمي المغرب موتوا على المغرب ديما المغرب. سمعتوا الجمهور الحقيقي ديال الجزائر كيفاش كيشجعوا لك المغرب وكيحترموا، وقال لك بصحتهم الفوز والتاهل. ديك الساعه بين قوسين كنا مازال ما وصلناش للفينال، وللاشاره راه ما كان حتى شي مغربي معاهم في المشهد. هادو هما الجزائريين الحقيقيين. اي نعم شدوا في بعضياتنا عادي جدا في اطار كره القدم وباحترام، ولكن لا لفتنا لانه كما عارفين الفتنه اشد من القتل. ندوزو دابا مع مدرب جنوب افريقيا هوغو بروس اللي حتى هو ما عرفنا منين خرج لينا. البارح كما عارفين كنت بارطاجيت معكم بلي قال في هذه النسخه ديال الكان ما كنحش باجواء افريقيا، وكنا ردينا عليه وعطينا الراس الى اخره. عاوتاني خرج اليوم في المؤتمر الصحفي بواحد التصريح وغريب جدا، واش حال فيه ديال بكا وشكاوى بزاف. سمعوا عاوتاني شنو قال. نستغرق نحو 45 دقيقه للوصول من مقر الاقامه الى ملعب التدريب، وهذا امر لا يجعلني سعيدا على الاطلاق. في بطوله بحجم كاس افريقيا يجب الا تتجاوز مده تنقل 15 او 20 دقيقه كحد اقصى، خاصه اننا نواجه المغرب في الدور المقبل اذا نجحنا في التاهل. بين قوسين هذا باين عليه ولا في شد الصف على ملعب تدريبات، ومن الفوق هادشي كيكونوا محفرين. وتشوف غاموت سيبي رئيس الكاف واللي بالمناسبه راه جنوب افريقيا كيتفرج في مباريات كاملين ديال الكاف، كيدوز على التيرانات ديال المغرب كاملين في نص النهار، وانت جالس كتبكي علينا باللي ملعب التدريب بعيد عليك وبلا بلا بلا الى اخره. اللي نفترض ان الكلام ديالك بصح نمشيو معاك على قد عقلك، لماذا لم تخرج من الاول وقلتي هذا الكلام؟ علاش في هذا الوقت بالذات عاد طلعتي وبديتي تبكي علينا؟ ببساطه لانك عارف باللي غدا ما غاديش تطفروا ضد الكاميرون، كتوجد مسبقا الاعذار ديال الفشل ديالك. في حاله الاقصاء غادي تقول باللي كما قلت لكم سابقا باللي ظروف صعبه جدا وبلا بلا 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 الى اخره، ولا صدقات معك غدا غتاجل الكلام ديالك الى حين ما يصير. المهم ما علينا، هذا كيبقى غير بكاي من البكايه. وللاشاره غدا لا ربحوا الكاميرون غادي نتلاقاو معاهم في ربوع، وهذا ما نتمناه، باش ديك الساعه نعطيهم شي طريحه 5-5. نمر الان الى عثمان معمل اللي كنا هضرنا على التالق ديالو البارح مع نادي واتفورد الانجليزي، وكذلك تصريح مساعد المدير الرياضي اللي قالوا باللي ما غاديش يبيعوا عثمان مهما كان الا في حاله اللي كان شي مبلغ ضخم خيالي مغري وغير مسبوق. الجديد اللي كاين عاوتاني في موضوع اللاعب عثمان معمى، وهو في الماتش الاخير كان كيتواجد في المدرجات كشافوا ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل لمتابعه ومراقبه الموهبه الصاعده المغربي عثمان معمى. بل اكثر من هذا، ماشي غير اليونايتد نيوكاسل ليفربول اللي كانوا كيتابعوا لك عثمان، بل 12 نادي كانوا كيتابعوه في الماتش الاخير، منهم برايتون برينتفورد وساندرلاند. يعني ما شاء الله معمى اللهم بارك وزيد في ذلك، من كاس العالم لاقل من 20 سنه وهو غادي في خط تصاعدي ما شاء الله. استغل داك التوهج ديالو في المونديال اللي خوليه باش يبقى يلعب كرسمي مع نادي واتفورد، ومن تما بوم حكمها ما شاء الله عليه، ومازال عطيطي. اما بخصوص الندوه الصحفيه اللي كانت هذا الصباح، فاللي لاحظت بعدا في الركراكي وليد وهو ما كيختارش اللاعبين اللي كيطلعوا معاه للندوه الصحفيه عبثا او عشوائيا او ما شابه ذلك. المره الاولى طلع مع حكيمي بحكم انه قائد الماتش كان ديال الافتتاح، فطبيعي جدا يكون القائد حاضر. المره الثانيه جاب معاه المدافع عبد الحميد ايت بودلاه، هذا اللاعب اللي فات قلنا بلي حسب عقليه وفكر وليد صعب بزاف يغامر ويلعب، واخا يضطر يلعب مصراوي او حتى امرابط كقلب دفاع، وشرحنا علاش ما غاديش يلعبوا رغم انهم كونفوكي، وعطينا مثال بواقعه ادم ازنو بالعمري. اختياره لعبد الحميد بحال قلتي كيهيئوا للمستقبل، وكنوع من الدعم جابوا معاه للندوه الصحفيه ديال ما قبل مباراه مالي. والمباراه الثالثه وبعد ماتش مالي اللي كان الاداء سيء جدا وبزاف ديال المغاربه ما كانش عجبهم الحال، جاب معاه للمره الثانيه اشرف حكيمي، علما انه نادرا فين كنشوفوا لاعب كيتعاود وفي ظرف وجيز عاوتاني كيحضر للندوه الصحفيه، لان داكشي اللي غادي تسول فيه راه فايت سولتي فيه سابقا. لاعب ماشي هو المدرب اللي غادي يهضر لك على التكتيك والماتش والى اخره. وضحكوني غير بعد التعليق قال لك ركراكي جايب حكيمي باش يتخبى فيه بعد كارثه مالي، هادشي غا من باب الكوميديا ديال بعض متابعي المحترمين. اما الندوه الصحفيه ديال اليوم كان غانم سيسلي باش نكونوا واقعيين شبع انتقادات ديال بصح من معظم الجماهير المغربيه، والركراكي كما عارفين معروف عليه انه كيدعم اللاعبين، بحال بغى يحسس غانم ويحسسنا معاه باللي راه كاين. المهم هادشي غير قراءه شخصيه مني كاسلام. بالنسبه للندوه الصحفيه فمبدئيا منذ يومين كنا هضرنا على تصريحاته في هذا الفيديو بالضبط اللي كان ادلى بها بعد مباراه زامبيا، وقلت باللي اول مره كيعجبني في العقلانيه ديالو حقاش ما دارش فيها واو انا كاين، بل بقى حاط رجلي على الارض وشبانا كاع بطريقه سكيتيوي. اليوم كذلك في الصباح في التصريح ديالو اكدها بحيث قال لك بالحرف التواضع مفتاح النجاح. نعم نحن مرشحون، لكن الغرور هو السبب غياب الكاس افريقيا عن المغرب منذ 50 سنه، ولا يجب ان نقع في هذا الفخ مره اخرى. كما سمعتوا قولا واحدا وقطعا الركراكي حط رجلي على الارض واصبح كيسير الامور بعقلانيه وبكل هدوء. ما بقاش ركراكي ديال شحال هادي لما ديش كان غادي نقدم الاستقاله ديالي، لا هاد المره كيبان باللي تعلم الدرس مزيان وكياخذ ماتش بماتش. الركراكي دابا حاليا محتاج الجماهير المغربيه اكثر من اي وقت مضى، فكفانا من الانتقادات والتشاؤم حقاش داكشي كامل راه كيوصل للمدرب واللاعبين وكيعود عليهم بالسلب. واخا كنتلقى انتقادات بزاف حقاش كندعم وليد، ولكن باش نكون معكم صريح لا ابا غادي نبقى ندعمو الى اخر رمق،
ولا اخشى في قول الحق لومة لائم. وحتى ركراكي في اخر الندوه الصحفيه عاوتاني صيفط ميساج للجماهير المغربيه وحثهم على مسانده المنتخب وباللي محتاجينكم في الفتره القادمه وبقوه. ونفس الرساله قالها سابقا اخو ماش حكيمي ومعظم اللاعبين. المهم بالنسبه لمباراه الغد باقي على كلامي باللي مهما كانت الظروف المباراه سهله صعيبه لعبنا مزيان خايب رابحين الماتش رابحين. التاهل مساله وقت ليس الا ماشي غرور وانما ثقه في الله. احساس عندي باللي مأهلين مهما كانت الظروف وان شاء الله مربوحه فقط تفائلوا خيرا تجدوه. اما بالنسبه للامرابط راه كان كيتواجد البارح في التدريب الجماعي ولكن على حساب ما يروج من اخبار كتقول باللي امرابط مازال غير جاهز للمباراه او باللي كتبقى امكانيه باش تتم اراحته ضد تنزانيا وارده. وبالنسبه لي من الاحسن عدم مجازفه بامرابط في حال لما كانش جاهز بنسبه 100%. انا مع المجازفه من ربع وانت طالع. اما تنزانيا بكل امانه يمكن تربحها غير بالاحتياط.